السلام عليكم. تعالوا معايا النهاردة هنعمل شوية شوربة موزة جمال جدا، رائعين ورهيبين زي ما انتوا شايفين الجمال والحلاوة. روعة روعة روعة، ولا ريحتهم رهيبة جدا، جميلة، وطريقتهم سهلة جدا وبسيطة. يلا بينا نجيب لحمة الموزة مع بعضينا. طبعا كنت مفرزاها وطلعتها من الفريزر ونضفتها وخليتها زي الفل. جبت عندي هنا حبهان ومستكة وورق لورا وقرنفل وروزميري، وجبت كمان عندي طماطماية وعندي بصلاية. ودي شوية الحاجات البهارات اللي انا هستخدمها معايا في عمل الشرب. اول حاجة، مش هتاخد معايا نص ساعة على فكرة الطريقة دي. جبت الحلة وحطيت فيها معلقة سمنة فلاحي كبيرة، ويلا بينا نسيبها تسخن كويس، تسيح كده، وبعدين نبدأ ننزل في اللحمة نديها صدمة على الناحيتين. بصوا، بنزل اللحمة هتاخد صدمة كده، وبعدين نقلبها على الناحية التانية. وأهم حاجة في اللحمة الصدمة دي، بتديها طعم ونكهة جميلة جدا. خليكم ماشيين معايا واحدة واحدة، هتحصلوا على حبة شوربة فوق ما تتخيلوا. طعم ونكهة وريحة، هتاكلي منها كده وانتي منتعشة كده بطعم اللحمة الرهيبة. هنفضل بقى نحط اللحمة كلها، وبعدين نسيبها كده تاخد صدمة، تاخد الصدمة، السوائل بتاعتها تنزل، وبعدين تمتصي تاني السوائل. تفضلي بقى تبدأي كده في الوقت ده، أول ما الدهون بانت وهي شربت السوائل بتاعتها، تبدأي تقلبيها عشان تنزل على الاتجاه التاني، وتفضلي تقلبي فيها كده لغاية برضو ما تاخد صدمة من الاتجاه التاني، وتبدأ تخر الصوص بتاعها، وبعد كده تبدأ تمتص. يبقى انت كده حفظتي فيها نسبة السوائل بتاعتها، والصدمة دي هتديها نكهة وطعم جميل جدا. المهم ان تبقى ايديكي كده سريعة في عمايل الصدمة ليها، ودي اهم خطوة على فكرة. بعد كده بقى لما بقت كويسة من كل الاتجاهات، هنبدأ بقى والإيدام بتاعنا بان، هنبدأ ننزل عليها البهارات والطماطمايه والبصلايه. هكون غالية مية من الكاتل واروح حطها عليها. دي اللحمة، طريقة اللحمة دي بصوا نص ساعة بالكتير هتديكوا نتيجة رهيبة جدا. بسم الله ما شاء الله، ما بتاخدش وقت، والطعم والنكهة بتاعتها جميلة. هي دلوقتي بتغلي عشان الطماطم والورق لورا، لكن هي ما فيهاش ريم ولا اي حاجة. كل ده في الاخر شوية شوية هيختفي. بصوا معانا كده، بسم الله ما شاء الله، جميلة جميلة جميلة. لا تقولي زفارة ولا تقولي اي حاجة، ما شاء الله رهيبة. خلاص كده الريم اللي اتبقى ده هنشيله، يعني هتشيليه في الاخر اللي اتبقى، لكن بعد كده هتلاقي عندك حبة شوربة لا تتخيلي الطعم ولا الريحة. بصوا ما شاء الله، جمال جدا، رهيبين، ريحة وطعم وشكل لا تتخيلوه. جربوا طريقتنا، هتلاقوها جميلة جدا، والطعم بتاعها والنكهة بتاعتها جميلة. وما تنسوش تقولولي في التعليقات ايه رأيكم فيها، وما تنسوش تقولولي انتوا بتتابعوني منين. باي باي.